السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا اخوان؟ ان شاء الله مليحين، ان شاء الله طيبين، ان شاء الله اموركم طيبة. راح افرجيكم شغلة قبل ما ابرك. اذا لاحظتوا ما لاحظتوا ما بعرف. بعدين بقول لكم بعدين. هلا بلا ما تعرفوا بعدين بتعرفوا. المهم يا اخوان، اليوم راح نسوي انا وانتو خبز الذرة. خبز الذرة مفيد لناس ومضر لناس. في ناس عندها مشاكل في الامعاء، في عندها حساسية ضد الجلوتين. يعني في ناس عندها مشاكل مع خبز اللي فيه قمح او الخبز الابيض او اي نوع من اي انواع من انواع الخبز الموجوده في السوق. لهيك بوصفوا الدكاتره خبز ايش؟ الذره. خبز الذره مليان كارب، يعني ال 100 جرام فيه 79 جرام كربوهيدرات، يعني 99 جرام سكر. انا رح اسوي هذا خبز الذره مع بعض انا وانتو. رح نجربه مع سكر الدم. يعني انا هلا من بعد ما اساوي اول خبزه، رح نساوي الخبزه مع بعض. طريقه اللي عملنا نسويها مع بعض. رح اساوي اول خبزه مع بعض، هو خبزتين تقريبا. رح نساوي خبزتين او ثلاثه وناكلهم ونقيس سكر الدم قبل وبعد. وبالاضافه انه نساوي طريقه خبز الذره. شفت كثير طرق، بس انا افضل طريقه اللي شفتها انا الصحيه بالنسبه لي ذره وبيض وملح. ذره وبيض وملح. بتحط الذره، بتحط البيض. اذا كان البيض قليل بتكتر بيضه، بعدين بتحطها شويه مي. عندك زيت زيتون حطها شويه زيت زيتون. ما عندك ما في داعي. حميت الطواي او طواي جاهزه، هي طوايتنا العزيزه. حميت الطواي. وهلا ايش نسوي انا وانتم؟ رح نسوي مع بعض ايش؟ طحين الذره. اول شيء رح اسويه كله، ما رح اسويه نصه، رح اسويه كله. هون طحين الذره مصر اونو، يعني طحين الذره 400 جرام. ريحته ريحة الدجاج. والله ريحته مثل ريحة الدجاج. المهم بتحط له طحين. قبل ما نبلش في المقطع، لايك ومتابعة على التعليق حلو. وإذا كنت تحب تدعمني على البايبال دعمني على البايبال. وإذا دعمتني على البايبال الله يرزقك الجنة من غير حساب. لازمني تليفون. المهم يا اخوان، هي حطينا الذرة، طحين الذرة. طب استنوا قالب لكم الكاميرا عشان تشوفوا الطريقة افضل عن قرب. انا فنان. والله العظيم فنان. انا راح احط له 4 بيضات. راح احط 4 بيضات بالمزيج. 3 بيضات. 3 بيضات راح احط. ثلاث بيضات. هاي الكيس نكبه. حطوا شوية ملح. شوية ملح بحري. أنا ما بحط غير ملح بحري، ملح ناعم ما بحط. شوية ملح بحري. وبحط طبعا خلطة السحرية، هي السمسم وحبة البركة. اوكي. وبنخلط مع بعض. طبعا ما زبط، لازم نحط شوية مي. صح؟ لازم نحط مي. خليكم معي. ليش هيك؟ ليش هيك؟ بحس في شي غلط. بحس في غلط. لا. تمام. بده شوية مي، بده مي كمان. ما في غلط ان شاء الله. ما في غلط ابدا. ايه. طبعا لازم يكون مريء. عفوا. لازم احط شوية كمان مي عشان يمد معي على الصينية على السوا. يا سلام علي. لك أنا فنان.
أنا فنان فنان فنان، والله فنان، والله فنان. بده كمان شوية مي. والله لك أنا فنان. استنوا، بده شوية مي. أيوه. لك ما بعرف حالي، ما بعرف حالي. يا سيدي صار القوام ممتاز. خلينا نحط انا وانتو على الطواي. ارفع شوي هيك. ايوه. هي وحدة ونص. ما بعرف حالي. هي هيك بس بده شوية مي لأني سميك شوي صعب لمد. بده شوية مي. يا سيدي زبط، يا سيدي زبط. الوجه طلعوا، نقلبوا على الوجه الثاني، طلعوا ما اسهلوا. او ماي جاد، شايفين؟ سهل جدا. غاز ما بيصير، لازم سخانة كهرباء. انا اللي شفته كل المتابعين اللي قالوا لي انه غاز ما زبط معنا. قبل ما تستوي الخبزة ان شاء الله تكون حطيت لايك. افحص نتيجة السكر في الدم. شوف نتيجة السكر في الدم. والله صار لازم اغير الابرة تبعيتي اللي هي عم توجعني، وابر ما عندي. ابر ما عندي. مية واثنين وعشرين، 122 السكر. هلا ايش بدنا نساوي؟ بدنا ناكل خبزتين، مو وحدة، تنتين. يعني إذا إنسان طبيعي بده ياكل، ناكل خبزتين ونشوف نسبة السكر في الدم بعد ساعة. خلينا بس نخلص الخبز على السوا. أو ليش نخلص الخبز؟ إيش رأيكم آكل؟ ضل عندي خبزتين أنا هون. شوفوا هاي الخبزة. طيب بنستنى نخلص الخبز بعدين بناكل. هدول الخبزتين هدول وزنهم 200 جرام، زيتهم على الميزان 200 جرام. راح اكلهم وراح اسرع الفيديو، وبعد ساعة نقيس نسبة السكر في الدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشوف اول شي طعمته. طعمته عادية. بس كان بده شوية ملح. طعمته عادية، يعني كأني خبز عادي. مو خبز عادي، بس كأني خبز عادي، بس طعمته عادية. يلا نسرع الفيديو.
وهي خلصنا الخبزتين اللي وزنهم 200 جرام. في كتير ناس بتكتب لي لازم ما تاكل كل هالشي، انا بدي اشبع. هلا انت قد اكلك قد نص اكلي، بس انا زلمه اكيل، يعني انا خبزتين بالزور لاشبع، لهيك انا بقيس الشغله على نفسي. انت قيس الشغله على نفسك، نص خبزه تاكل اقل تاكل اكثر، هذا الشيء راجع لك. بس انا بكون الكميه اللي انا بحسن باكله. لهيك في ناس تقول لك كذا وبتاكل كثير، انا زلمه اكيل وبلعب حديد. المهم بعد ساعه بنرجع، لحد يقول لي بعد ساعتين يكون السكر طلع ونزل. انا بهمني بعد ساعه، الهرم هذا تبع الساعه امسكه بعد ساعه. تحياتي لكم وبنرجع لكم بعد ساعه. رجعنا لكم بعد ساعه وبالتمام والكمال. بدنا نشوف شو قد نسبة السكر في الدم، بس خلينا أول شيء أصوب الإيدي لأني صلحت السخانة خربت. أصوب الإيدي، شوفوا السواد، أصوب الإيدي. يا رب، بسم الله. حطيتوا لايك ولا لسه؟ قسما بالله ما في ولا واحد جبر بخاطري على البايبال، والله العظيم ما في انسان جبر بخاطري. بزعل بيني وبين نفسي، بس بقول هي ارزاق ورب العالمين نور رزقك. صار رجعتني ايدي، لازم اغير الابرة، رجعتني ايدي على السوا. ميتين وسبعة وثلاثين 237. خبز الذرة خيار غير صحي بتاتا. 237 والله ما توقعت هيك. بقى لهيك انت تاكل كمية اللي بدك اياها، كمية قليلة كمية كثيرة. تاكل 50 جرام تاكل 100 جرام، بس خبز الذرة لا ينصح فيه ابدا. بس على فكرة معدتي مرتاحة، ما هو مثل ما اكلت انا خبز الاسمر او اكلت البرغل تكون حسيت الضيقة، معدتي مرتاحة وما في اي مشكلة. المهم خبز الذرة خيار غير صحي لمرضى السكر الا اذا كانت كميته قليلة كثير، يعني لا تتخطى ال 100 جرام. يعني حتى ال 100 جرام كثير. طبعا انت اذا اكلت جنب منه بروتين، يعني اذا اكلت خبز الذرة وجنب منه بروتين لحمه او سلطه او شيء، قد تتاثر نتيجه التحليل. تحياتي لكم، السلام عليكم.